في المعادي حي هادي راقي، بس في شارع معين الناس كانت تقول لبعض عدي من الناحية التانية وما تسألش ليه، لأن هناك واقف قصر من زمان ما فيهوش سكان، لكن عمره ما كان فاضي بجد. محدش يعرف اسمه الحقيقي ولا مين بناه ولا امتى بالظبط، لكن المعروف ان كان موجود من اوائل القرن العشرين. القصر شكله ضخم فيه زخرفة، بس فيه حاجة مش مريحة، بابه كبير لكن دايما مقفول، وشبابيكه كأنها بتبص عليك حتى لو انت مش باصص ليها. لو عديت من قدامه بعد المغرب تحس ان حد بيبص عليك. في صوت خطوات جوه رغم انه مقفول من سنين، واللي حاول يقرب كان يدوخ او يتعب او يحلم بكوابيس. حد قال مرة انه شاف ست لابسة ابيض واقفة ورا الشباك، وحد تاني قال القصر بينور فجأة من غير كهرباء. ولكن بعد البحث المكان موجود فعلا في منطقة راقية بالمعادي القديمة، لكن محدش لحد النهاردة عنده ملف رسمي يوضح تاريخه. بعض الناس قالوا إن القصر مملوك لورثة عيلة إيطالية وسايبينه مقفول خوف من الضرايب، لكن محدش فيهم قدر يفصل ليه محدش بيجرب حتى يرممه. المثير إن لغاية النهاردة لو حد سأل عن القصر ناس كتير ترد سيبك، ما تفتحش على نفسك أبواب مش قدها، وكأن القصر بقى ليه هالة احترام ممزوجة بخوف. قصر المعادي اللي الناس نسيوا اسمه لكن ما نسيوش إحساسه، اللي فضل واقف من غير صوت لكن حضوره أعلى من أي حكاية اتقالت. القصر اللي ما بنعرفش حكايته، بس كل ما نعدي من جنبه نحس إن الحكاية لسه ما خلصتش.